المطبخ هنا صورناه من فترة قريبة، كان لسه واحنا بنشطب فيه قبل ما نقفل الضلف بتاعته. وخليك عارف دايما ان المطبخ الموزون صح هو اللي بيعيش معاك فترة كبيرة. كان ما كانش لسه خلص برضه الرخام ده رخام محلي مش مستورد، وسعره كويس جدا. اخدنا رخام بتجديده بالكيرف مع هيدن لايت موجوده في الجهاز دوت، وفي نفس الوقت برضه استغلينا العمق دوت، استغليناه من الداخل ان يكون عندي ضلف فيها تخزين وفيها ارفف خزين من جوه. تقسيمه المطبخ متوازنه جدا جدا، عملنا حاجه شبيهه للنيش بشكل زيتوني مع اضاءه داخليه فيها. في نفس الوقت برضه عملنا مكان للثلاجة والديفريزر. بعد كده في هنا وحدة بالقرن المفروض إن هي تتفتح وتتقفل. بعد كده هنا عندنا الفرن والميكروويف مع ظرف إزاز مديها شكل تمام. الجزء المهم اللي عندنا هنا إن إحنا طبعا عندنا هنا غرفة غسيل، فعملنا الحوض يعتبر بعرض المكان كله. الحوض حوالي متر تقريبا، مع خلاط من اللون الكروم اللي هو كروم غامق مدي شكل جمالي مع الرخام. طبعا مع بوتاجاز اريستون 90 سم ستانلس ستيل، مع الفرن برضه اريستون ايطالي 90 سم، مع درج تقسيم معمول في المنطقه ديت للمعالق والشوك والسكين والتفاصيل الصغيره ديت، مع ادراج تخزين. وفي نفس الوقت برضه عندي التوب كاونتر، يعتبر مساحتها ما شاء الله كبيره، اقدر ان انا اعمل اي حاجه في اي وقت. وبكده اقدر ان انا اوصف مطبخ بسيط سيمبل، وفي نفس الوقت المطبخ عندي تكلفته تكون هاديه عليا. فلو حابب تعمل مطبخ هادي وبسيط، اعتقد المطبخ دوت قيمه مقابل سعر.